وقته ما كانش ملكه ووهبه للناس. عيادته كانت مفتوحة ومجانا للغلابة وغير المقتدرين. مفيش حد طلب منه مساعدة إلا ولبى طلبه حتى في عز تعبه. نصايحه كانت ذهب وكلامه حكم وكله أمل. جمايله على الكبير والصغير، وصدق اللي سماه طبيب الإنسانية والغلابة. من الدكتور هاني الناظر الإنسان، إيه تفاصيل حياته، إزاي من خريج زراعة لطبيب، إيه قصة حبه لبنت الجيران اللي بقت مراته وأم أولاده. تفاصيل وحكايات كتير في حياة الدكتور هاني الناظر هتطلع منها بدروس وعبر، وزي ما كان بيفيد الناس في حياته ذكراه هتفضل في قلوب وعقول كل محبينه. من لحظة انتشار خبر رحيل الدكتور هاني الناظر والناس كلها أعلنت حالة حداد، الكل في صدمة وحزين عليه، ورغم إن كتير ما تعاملش معاه عن قرب، لكن كفاية طلته الجميلة على الجمهور سواء على السوشيال ميديا أو التلفزيون، وكلامه المريح وبشاشته. ما كانش كلامه كله في الطب ولكن في الحياة وتفاصيلها بشكل عام، فهو ما كانش مجرد دكتور جلدية بس ولكن نفسي كمان بالنسبة للجمهور. الدكتور هاني اتصاب بالكانسر في شهر أكتوبر ورحل في فبراير. قضى 5 شهور وفي عز تعبه كان وسط الناس بسيرته ودعائهم ليه. احتفل بعيد ميلاده في المستشفى مع زوجته. الدكتور هاني الناظر اتولد في 26 ديسمبر سنة 1950. هو صعيدي وتحديدا من عيلة أبو دومة الشهيرة في مدينة طمع بسوهاج. اتربى في بيت كله مودة وحب واحترام. عيلته كانت ملتزمة، ليهم عادات وتقاليد، ووالده هو قدوته وكان دكتور برضه، فهو زي ما كان بيقول دايما أنا أعيش في جلباب أبي. أما والدته فكانت دايما تقول له ربنا يحبب فيك خلقه ويوقف لك ولاد الحلال، ودعوتها استجابت الحمد لله. من صغره هو نفسه يكون دكتور، وكان طالب متفوق جدا وهادي. دراسته ما كانتش منعاه عن الرياضة، بالعكس كان بيلعب كرة السلة. لما دخل الإعدادية راح فصول المتفوقين، وفي ثانوي جاب 65.5%. طبعا مجموعه ده أقل من الحد الأدنى للطب، وفرق معاه على نص درجة، فدخل كلية الزراعة جامعة القاهرة، وكان معاه الزعيم عادل إمام والفنانة محسنة توفيق. لما اتخرج دخل الجيش كظابط احتياطي، ومنها حصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية. شارك في حرب أكتوبر بدرجة ملازم. لما خرج من الجيش برتبة نقيب قرر يكمل حلمه ودخل كلية الطب جامعة عين شمس. كان أكبر من كل زمايله ب7 سنين، وتعين بعد تخرجه في المركز القومي للبحوث. بعدين حصل على درجة الماجستير في الأمراض الجلدية والدكتوراه في استخدام النباتات الطبية في علاج الأمراض الجلدية. الدكتور هاني الناظر عنده بنتين جينا ونجلاء، وولد وحيد وهو الدكتور محمد الناظر، واللي هيكمل في مسيرته وأحفاده كمان. كان بيحب بنت الجيران اللي هي زوجته لمدة 5 سنين، منهم 4 سنين خطوبة. لما اتجوزها وقتها كان مرتبه حوالي 60 جنيه، ومرتب زوجته كان 30 جنيه، وشقة الزوجية كلفته تجهيز حوالي 3000 جنيه. طبعا المبالغ دي وقتها كانت كبيرة. كان عندهم عربية صناعة مصرية اسمها رمسيس، وعايشين مع بعض راضيين بحياتهم ومبسوطين جدا. خد حياته محطات، وكل محطة بحلوها ومرها أكيد، ولكن ما استسلمش وحقق حاجات كتير كان نفسه فيها، منها عيادته الخاصة اللي خصص فيها كشوفات مجانية لغير المقتدرين. كمان كان على يقين إن دعوات الناس أعظم أجر. مش بس كده، حسابه الشخصي كمان خلاه للرد على الاستفسارات الطبية مجانا. كمان كان ليه الفضل إن مصر تعمل حملات قومية لمواجهة ظواهر سيئة زي السمنة، جواز القرايب، استخدام العشوائي للأدوية. كان نفسه يعمل مركز طبي مجاني لعلاج الأمراض الجلدية زي مركز مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب بأسوان، لكن للأسف ملحقش وفرق الحياة. فيا ترى ممكن يتعمل المركز ويتسمى باسمه كنوع من رد الجميل ليه وتخليدا لذكراه؟ ادعوا للدكتور هاني الناظر دكتور الغلابة بالرحمة، وبقدر حبه وعطائه للناس تكون حسناته عند رب الناس.